واش نتوما حنا راه خرجنا البارح، نتوما واش ما خرجتوا؟ خرجتوا قبل منا. حنا خرجنا غير البارح في الجزائر وكتنعشوش نتوما يا المراركه من الصباح وانتوما قابلين غال. واش كاينه غال الجزائر؟ راه كاينه قضيه كبيره. واش كاينه غال الجزائر؟ واش نتوما حنا نهضروا عليكم، حنا نقولوا عليكم مراركه، ما نقول لكم حنا يا المخزن يا عدو الامريكان، يا مخزن يا عميل. ولكن حنا ملي نجيو عندكم هنا نقول لكم واش نتوما ماشي مسلمين، ونقولوا عليكم نقول لكم قال الله وقال رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولكن نقول لكم المراركه انتم صهاينه. الاسلام نتفكروها ملي نجيو عندكم حنايا اللايفات، ملي نكونوا حنا في اللايفات ديالنا وملي نكونوا حنا في الجزائر ما نعرفوش شي حاجه سميتها الاسلام، نعرفوا غير الرب. جدكم يا ربكم. استغفرت الله العظيم. واش نتوما المراركه ما كتنعشوش؟ حنا كنعرفوا غير الجزائر. واش نتوما كتعرفوا غير الجزائر؟ واش المسلمين حنا المسلمين كنعرفوهم غير في فلسطين. المسلمين ديال سوريا والايغور اللي في الصين وبورما، هادوك النظام ديالنا والتبون ديالنا، هذاك التبون ديالنا حنا مع الصين ظالمه حتى مظلومه، ومع الوحده الترابيه ديال الصين. واش برنوس شماك امريكا تفيق انت كتشرب قهوه وكتقول الجزائر وكتحط الكاس وتقول الجزائر؟ واش ما كتنعشوش المراركه؟ كتعرفوا غير الجزائر. حنا خرجنا البارح وقلنا يا المخزن يا عميل الامريكان، والناس كتقول وخرجوا كيقولوا الجيش الشعب السلطه يد وحده، والناس خارجه على فلسطين. عباد الله بدي السلام عليكم سي برنوس، كي داير؟ بخير. كان معك واحد الجزائري يلاه نزلتيه انا يلاه طلعت. هاد البيرسوناج واعر على هاد البيرسوناج واعر، هذا جديد هاد البيرسوناج هذا. شوف انا خصني غنسمع البنادم مشى فيه. عرفتي شي واحد الا سمعت ليه كيهضر ومشيت بغيت نشدها فيه ورشقات لي عليه مشى فيها. مرحبا خير المريض، مرحبا لك. انت كي داير السي برنوس؟ واحد السيد غير سيريت مخصص، واحد السيد احتضنوه شي وحدين شادينو. انا نصحاب غيسكتوه، انا نصحاب واش خداو دروس في التعلم كيفيه تربيه الطفل الصغير الذي هو كينوضوا ليه السنان يبكي. قلت زعما غيكونوا كيتعلموا كيفاش يديروا المومو كغا نيه مومو، يسخنوا ليه الحليب، يبدلوا ليه ليكوش. الراي المغربي داروا له وانا ما بغاش يسكت ليهم، ما خلاو ما داروا له. هذه دارها له ياسر، هذه دارها له ياسر، دار له لا دابا شوف ما يصير كاع نخليو وانا نخليو يجربوا الاخوان نخليو. انا شي وحدين جابوه حطوه في حجرهم وبقاو عليه يا اسعد الشرعي انك مع حق وان الحق معك، وقد ظلموك يا اسعد الشرعي، ظلموك هؤلاء الاندال الذين ليس لهم مستوى، لقد غدروك غدرة لم تغدر مثلها. وقالوا له انك على خلق عظيم. واحد قال لهم هذا الرجل النبيل الشهم، وهو السيمانه الفايته كان كيقول لي الله ينعجل تواصل تاع الراس تاع باباك باش انا قلت واقيلا غيكونوا تعلموا دروس ديال واحد هذاك امامهم انا ما بقيتش غنذكر السميات لانه لو كيتقلقوا مني قالوا لي ما بقاش راه وليتي تورك علينا وتذكر سمياتنا. قلت نخليهم على جنب. اللي ضرني انا اللي ما فهمتش، انا قلت زعما احتضنوا النهار الاول، احتضنوا النهار الثاني، كبروا به، جابوه حطوه في العماريه، وكلوه شربوه، عطاوه المعلومات، جابوه باش جابوا ليه المقالات، هاك باش تكذب الراي المغربي، لصقها في البروفيل، هاك باش كذا، هاك هادي، وطلعوا شي وحدين تقول لي هناك من يكذب ولا فقط يسمعون ويأتون عند لا مستوى لهم. والله يا أسعده لا مستوى لهم. هما السيمانه اللي فاتت والشهر اللي فات كانوا كيقولوا تبارك الله عليك ودا برنوس، تبارك الله عليك ودا الراي المغربي بردتي لي القلب، ولكن غير جاب شويه الدري والو عليهم ما يديروا له. شراو له لبسه جديده، قالوا له غنجيبوا لك دراري جداد، غنجيبوا لك الالعاب جديده،
لانه ولد الحرام ولا كيعتبر الناس اللي كيطلعوا عنده المنصه بحال شي بيجو، بحال شي لعبه. قالوا لي غنجيبوا لك العاب جديده، غنجيبوا لك تويشيات جداد تحركهم عندك تما تلعب بهم، والو وتقول واش داك الشيء كامل حرك فيه شي حاجه. السيد غيخرج يتنخصص، غيخرج يبكي، والله لا ربيكم، والله لايف واحد لا اسقطكم كورقه سقطه لم تسقط سقطه، والله لا اعمل فيكم عمله، عندي خاصكم، اني اهددكم، اني افضحكم فضحه لم تفضح، والله لو اوريكم وشكم. انتم بياعين الوطنيه، لا تهدروا على الملك، لا تهدروا على المغرب، اهدر على نفسك. انا جاي هنا نقدم السيره الذاتيه باش نهضر على راسي، انا جاي نهضر على المغرب. انا جاي هز واحد اكبر بندير ديال الطبل، جاي نطبل البلادي انا هنا. هذه راه قلتها لهم النهار الاول. انا جاي باش نقدم لكم شكون هو الراي المغربي. الراي المغربي يهضروا عليه سعيد برنوس، قال لك عندك ما يكونش عندك كوستيم، عندك ما يكونش عندك اللبيسه. الله دا برنوس نهار نطلع عليك باكشخ كوستيم كاين على وجه الارض، وماركه عقل عليا ماركه. باش تكون هذه فراس علمني باش نمشي. شوف علمني باش انت تكشخ، باش ما تعقدنيش. لا غنصدمك، غنخليك تكون مكشتر، تكون مفرتر، تكون مسرتر، عاد نطلع لك انا بواحد الكشخه مكشوخه كشخه لم يكشخ مثلها في البلاد. المهم هذا سعيد برنوس، حتى هذا السيد هذاك ولا كيجمع خصو يقول غير برنوس والراي المغربي والمغاربه اللي هما كانوا قبل منا، باش ما نساوش الفضل اللي كانوا قبل منا، وحنا والاخوان دابا اللي ولاو معاد. انا كنوجه رساله، شتي واخا يخرج واخا يخرج اسعد القرعي اللي بغى يخرج، انا كما درتي انت انا راني كنقولها، انا راني مسامح المغاربه كاملين. واخا يكونوا قالوا فيا ما نعرف شنو، واخا يكونوا قالوا لي هذاك ما عمرك طلعوا، هذاك راه بوليزاريو، هذاك راك هانيتون جمافو، الله يسامح. المهم وتنا الاخوان اللي كيحبونا في الله، اصدقاء ديالنا والاخوان الاخوات، حتى نتوما قولوا الله يسامح، ونظرتكم لخوتكم المغاربه ما عمرها تغير، لانه باش يولي بنادم يولي يجي يصنف الراي المغربي وطني والراي المغربي وطني، ولا يصنف مغربي وطني لا ماشي وطني وهو براني. وجاو وحدين دوك اللي بغاو يردعوه وبغاو يبدلوا ليه ليكوش وكذا، بقاو عليه والله انك لمغربي، انا اراك مغربي، والله اني اراك هذا كيقول ليه اراك مغربي، وخو المغربي تيقول ليه انا مغاربه ما والو هذيك، انتم ما تقول انتم دعشانيين، انتم فرفاريين، انتم صهاينه. انا واحد قاعد مولا كيقول لهم هذاك صهيوني مباشره. المهم الخلاصه القول، الله يعطيك الصحه، الطريقه اللي كدير بها، هذه الطريقه اللي درتي اليوم انا والله الا عجبتيني، ما بغيتش نطلع في الاول، علاش بغيت نخليك تمشي في السرد ديالك وبالطريقه ديالك، لانه عجباتني. تبارك الله الاخوان كانوا كيتجاوبوا في التعاليق، سير اخويا بهذه الطريقه حنا غاديين. انت طلع النيفو كما قال لك الشيخ الفيزازي، انا هنيت كنرمع ديما نخسر، انا مسالي، انا اللي كان كيصحاب قلت لهم البارح، اللي كيعتقد ان الراي المغربي خايف على هذه السميه ولا على هذا الكونط ولا على هذه الشخصيه ولا على هذا البيرسوناج ولا كذا، راه صايط ليه الريح في راسو. قسما بالله ما عندي ما نخسر. داخل انا واحد النهار كنت كتفرج في واحد اللايف، بان لي بنادم كيفرفر في اللايفات، قلت مال هادو كيتشكروا هادشي هذا. جيت دخلت انا للتيك توك لقيت راسي طالع في العلالي العالميه يا جد كما قال المواطنين. والله ما عندي ما نخسر قسما بالله داخل بنين، وانا ما عنديش مشكل نطيح النيف والله الا تصدق ولا ما تصدق. الوالده اليوم ما عرفتش شكون اللي صيفط لها واحد الفيديو قديم صيفطوا لها الخوادري الصغير، قالت لي وليدي قصحتي الهضره بزاف اليوم، والله الا اليوم مع الفطور قسما بالله، قالت لي يا ولدي امين يا رب، والله الا قالت لي ولدي، قالت لي راه قصحتي الهضره اليوم، ارخف شويه وليدي بارا ابويلي. وهذا قالت لي هذا اللي كيسمع هذا الشيء راه محال، راه يبات جيعان السيد، راه يبات بلا عشاء. قلت لها الوالده راه عصبني، راه لقاني ذاك النهار شويه ما هواش، تفرقعت. وانا قالت لي يا ودي ارخف شويه، ضرب وقيس راه كاين الناس كيسمعوا، كاينين ناس كبار، كاينين ناس بوليداتهم، ولكن انا راه ما كنظلمش، كندير التحذير. النهار غندير زايد 18 كنقول اللي جالس حدا با ينوض، اللي جالس حدا مو ينوض، اللي جالس حدا شي واحد كيحشم ينوض، اللي ما دايرش لي زيات يديرهم، اللي طالق الصوت مش غادي ينقصوا، باش الانسان ياخذ راحته. الاخوان اللي باقيين كيمشيو تما يعرفوا راسهم باللي هذه الهضره اللي قال اليوم السي برنوس وضحها بالتفصيل، انه كيعتبرك مجرد واحد الحاجه كيأتت بها المشهد، وكيعتبرك واحد الحاجه كتدخل عنده هذيك فوالا. انا كنسميها البيت الذي تم احتواؤه فيه.
الله يعطيك الصحه. لا هذيك شوف هذيك الكلمه ديال الاحتواء خليني انا نولي نستخدمها، غناخذها من عندك تبدلها دير شي حاجه اخرى. انا كنت كنستخدم ديك طحن يطحن وطحنه، ولكن غنزيد هذا ديال الاحتواء هنيتك منها. المهم هادوك الاخوان وخصوصا واحد خونا انا كنقول من هذا المنبر بدل ديك السميه ودير ولد الشرعي، واخا هذه ما بغيتهاش فيك، ولكن راك عيقت يا خويا. هو صاحبي فيك تضرت نفس. انا والله الا وليت نفكر نشري واحد الكوفلور ديال النفس نصيفطو ليك، نقول لك العرض الله حط هذا حدا كيتفيق مع الصباح دخلو في شي بلاصه باش نفخ شويه النفس، لانه راه بزاف اخويا. واه واش اصاحبي انت طالع تما ما عندك لغه سياسيه، ما لقيتي فاش تهضر، سير كتجلد في خوتك المغاربه وكتظن على انك الا جلدتينا حنا وبقيتي عليه انهم غالطون فيك نكروا خيرك وجميلك، هو انت صنعتهم، طلعت انت تما راه غيصنعك، وراه يوم يطلع شحال من واحد داز من تما قال كلمته ومشى في حاله. ولكن الغالب الله انا كنقول لك شوف باش ما نكثرش عليك لانه لازمتي غنزيد. لا بالعكس مرحبا طلعش ما طلعش هذا لا كنوجه لهذا خونا. عرفتي علاش المغربي؟ عرفتي علاش انا ما كرهتش زعما تاخذ راحتك في الكلام. الرسائل ديالك انا اوافق تقريبا واحد 90% في داك الشيء اللي كتقولوا. كاين 3600 صديق وصديقه، هذا الرقم هذا ما ساهلش، دونك شحال ما كان الاخوان بزاف اللي غادي يسمعوا هذا النوع نتاع الهضره غادي يوليو يستوعبوا الامور بطريقه فيها واحد التوافق بيني وبينك. دونك تفضل اخي الراي المغربي المنصه ديالك، خذ راحتك قول لي بغيت. الله يكبر بك، تفضل اخي. الله يكبر بك اخويا العزيز، ربي يحفظك ليا. انا هاد الاخوان ديالنا المغاربه، شوف خوتي مغربي واخا هما بعض منهم للاسف الشديد راه مشى انه يعني وصل لواحد المستوى انه كيعتبرك انت صافي ما بقيتيش مغربي وكيعتبر الشرعي مغربي، راه وصلوا لواحد النيفو غير باش انه يقدر يلقى بلاصه تما. راك ما داخلش لشي بلا، راك ما داخلش لشي عرس، راك داخل لبيت الطاعه كما كيقول هو، ماشي حنا اللي كنقولوها، راه هو تيقول لك انت داخل بيت الطاعه. فبالتالي على الاقل خليك بكرامتك، وعلى الاقل خليك بطرحك باش ملي يعرفوك المغاربه يعرفوك باسلوبك وبقوه كلمتك وبامكانياتك وبكلامك، ما يعرفوك بانك مشيتي كضرب في خوتك المغاربه، ما يعرفوك بانك مشيتي باغي تطلع على ظهر انك تسود صورتنا حنايا وانك تأيدوا في كلامه اللي تيقول ضدنا كامل. حتى حنا فاش كنا تما ما عمرنا ايدناه في كلامه كامل، والله يرجعوا اللايفات وغتشوفوا. حنا كنا اصلا في الغالب كان نقاش سياسي مغربي جزائري، ما كناش كنناقشوا معاه افكاره هو شخصيا، وملي ناقشنا مع افكاره شخصيا جيتوا شكرتونا قلتوا لنا تبارك الله عليكم فهمتوه في الموضوع ديال وعطيتوه على شي قلب وتنرفزنا عليه بواحد الطريقه اللي جاو الاخوان شكرونا عليها. فالله يجازيكم بخير. حنا ماشي غادي ما نتبناوش نفس الطرح اللي تبناوه الذين سبقونا، لانه الذين سبقونا كانت عندهم اشكاليه تواصليه خويا سعيد. كان عندهم ياسير ما طلبش كيست، ياسير ما كاينش ما طلبش كيست. الاخوان اللي كيقولوا ياسير ما كاينش وما طلبش كيست. حنا ما غنتبناوش نفس السياسه ديال الاخوان الذين سبقونا في الهجوم على الشرعي، لانهم كانوا يرفضون الطرف المغاير او الراي المغاير، وهذا اكبر خطا داروه. لانهم لو حاولوا يستقطبوا الاخوان ويفهموهم ويقنعوهم خطابهم كان احسن، بدل ما انه يجي الانسان يكتب لك تعليق ودير ليه بلوك في البلاصه. وهذه كان من اكبر الاخطاء اللي داروهم من اخذ الصقر، وحتى انه كان كينزل من اللايف وكيحضر الناس انهم تيتحاوروا معاه. حنا غادي نبقاو في هذا في النقاش هذا، وغادي الناس المختلفين غادي نتحاوروا معاهم ونحاولوا نوصلوا لهم شنو تغير وكيفاش انه اللسان ديال هذا الشخص طوال زياده على اللزوم، طوال علينا، وحنا اللي كيعتقد انه لسانه طوال علينا غنقطعوه لاننا مغاربه، لاننا حنا اللي معمرين هذيك المنصه وحنا اللي معمرين دوك القنوات. وغادي هو عارف هذا الشيء هذا، لانه هاد التهديدات اللي كيدير وغترجعوا وغادي نجيب وغادي كذا، هو باغي غير يرد، لانه نتوما المغاربه اللي معمرين المنصه. فبالتالي كنعتقد انه الرساله واضحه، وغنستمروا في هذه الطريقه هذه وغنستمروا في هذا الخطاب في اطار كاين ناس كتختلف معنا، نتمنى غير انهم يحترموا ديك الاخوه ديال المغاربه اللي بيناتنا. اما الغائطيون البيستاشيون هذا هو المصطلح الجديد، هادو شفتهم كون كان بداو كيبينوا ديك النداله ديالهم وديك الخساسه ديالهم، فانهم بدل ما يستمروا حتى هما في ذاك الخطاب باش يجيشوا الجزائريين ضد هذا الشخص اللي ما خلى ما غسل فيهم، بدلوا الهضره ولاو انهم يمشيوا لانهم يساندوه، باش تعرف النداله وانسان كيفاش، لانه حقير جدا وانه يعشقون من يجلدهم. وهذه رساله كنوجهها للغائطيون البيستاشيون، فنتمنى تكون رساله وضحات. وخير كبير اخويا سعيد حتى اطيل عليك لانه حتى الوقت اتاخر، وتحياتي للاخوان كاملين. وبالله يا صاحبي راه الاخوه كيطلبوا نشره التنزويه،
نشرة طنجاوية مع المشكلة. لا ندوز لك واحد الفيديو وغدير عليه النشرة ودير عليه الخبر. نشرة الأخبار الطنجاوية من منصة برنوس في استوديوهاتها المركزية في طنجة. أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز العناوين. فلا فرار من الموت إن كان الأجل قد حل. فلا فرار من الموت إن كان الأجل قد حل. أما عنكم ستهزمون. اقتلوا فإذا مستعدون للحرب مستعدون للموت. ولكن ستقتلون نحتاج أن نموت كلنا. وتبقى عجوز بعد 6 أيام وتلدنا جميعا بالناس إن كنتم تعلمون. فما لكم يا جبناء يا جبناء. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الطنجاوية من قناة برنوس الطنجاوية في الاستديوهات المركزية في طنجة. وننتقل معكم مراسلكم من الجزائر الشعبية الديمقراطية الطوبية الغبارية. في أثناء المظاهرة التي نظمها الجيش الجزائري برعاية الشعب الجزائري المغلوب على أمره والذي رسم له المسار، ظهرت في الجزائر عدة فيديوهات ومشاهد هزت المجتمع العربي والعالمي بخروج الجزائريين على أحصنتهم وجوادهم رافعين سيوفهم، رافعين كلمات مهددة بالكيان الإسرائيلي. واستغرب الفلسطينيون ظهور الجيش صلاح الدين الأيوبي قادما من الجزائر العاصمة، فركب الجزائريون بغالهم وحميرهم رغم انقراضها بسبب أكلها، وركبوا أحصنتهم وتوجهوا إلى الجزائر العاصمة عبر طرقاتها. رفعوا شعارات معبرة وكلام تهديدي خطير، فألقى الفارس أبو نيف البسبيري خطابه من على جواده قائلا لهم: يا أيها الصهاينة اليهود من الجزائر مكة الطوار وصنيعة الفرنسيين والتي عادت إلى محمد بعد خروجهم، إنني أنا الفارس القائد الهمام لجيش التبوني من العاصمة الجزائرية لدولة التبون الاشتراكية الشعبية. إنني أنا قائد الجحش الشعبي التبوني. إن الصهاينة لا يتعلمون، ولنأتينكم بجيش تبوني أوله في قصر مرداية، أوله عندكم وآخره في قصر مرداية، ولنستعينن بالحراطين البراطين عبدة الشياطين القادمين من تندوفة لابسين لباسا مكشترا محشرا مفشترا رافعين سيوفهم مهددين المراركة والصهاينة. إننا نحن هنا من عاصمة الدولة الإسلامية التبونية الجحشية جيش تبون العظيم بقيادة بونيف البسبيري آت إليكم فاستعدوا إن قاطعين رؤوسكم. يلا سنة ساعتكم لقد انتهت، وصل صوتكم. يلا انتهت المظاهرة، وصل صوتكم، وصلت صورتكم. اذهبوا إلى بيوتكم، حافظوا على النظام، لا ترفعوا شعارات ضد التبون، لا تفضحون أمام المراركة، لا تقولوا التبون مزور جابوه العسكر، لقد بان كل شيء. صافي انتهت المسرحية. اذهبوا. شكرا لك مراسلنا. كانت هذه أصوات السلطات الجزائرية في إفراغ الشوارع من المتظاهرين. تحياتي من العاصمة الكرغولية. سمو العماري، شكرا خويا، الله يحفظك. خير الرأي المغربي، شكرا بزاف. انا ما قديتش عاد مازال نضحك وجه